اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مساء الورد ومساء الفل ومساء الياسمين على أحلى متابعين مطبخ الرضا. بحبكم في الله. تعالوا نعمل مع بعض صينية البسبوسة اللي هي تعب ومشاكل كل البنات وكل الستات في البيوت. ما بنعرفش نظبط البسبوسة وبنبقى نفسنا نعملها زي الحلواني ومش عارفين الوصفة بتاعتنا بالظبط أو عارفين نظبط مقاديرها بالظبط. طب تعالوا مع بعض كده هظبط لكم المقادير وهتطلع أحلى صينية بسبوسة هتاكليها وهتهدي بيها حبايبك كلهم. اول حاجه كده عايزين معانا كوبايه ونص من السمنه. انا هقول لك مقادير كيلو البسبوسه السايبه اللي بتشتريها سايبه من عند السوبر ماركت. دلوقتي زي ما انتم شايفين كوبايه ونص لبن، كوبايه ونص سمنه سايحه، السمنه تكون سايحه مش سخنه، احنا عايزينها سايحه بس. يبقى كوبايه ونص سمنه سايحه، كوبايه ونص لبن. مش هربطك واقول لك لا اعمليها ببلدي او زبده، يعني لا خليها بسمنه بس تكون سمنه سايحه. وطبعا معايا برضو كوبايه ونص من السكر، ولو بتحب السكر الزياده وخليتهم كوبايتين يعني مش فيش مشكله، مش هيأثروا علينا خالص. مقاديرنا بالمج الواحد او بالكوبايه الواحده نفس المقادير تكون مظبوطه. همسك بقى اللبن مع السكر مع السمنه بنفس المقادير الواحده، وهاخدهم بقى مع بعض ادوبهم بس كده على النار. انا عايزه بس تدويبه بسيطه، مش هخليهم يغلوا، لا انا عايزاهم بس ان البسبوسه بتاعتي السكر بتاعها هيدوب مع اللبن والسمنه واللون بتاعها هيتغير. وهوريكم دلوقتي امتى اقول لكم نزلوها من على النار. كل البنات وكل الستات في البيوت بيبقى نفسهم يعملوا البسبوسه السايبه ديت ونفسهم يعملوها زي الحلواني وما بتطلعش معاهم مظبوطه. طب انا هخليها تطلع معاكي مظبوطه، هتعجبك جدا، وفي نفس الوقت هتحسي ان هي مش نفس التعب ولا يعني اللي انت بتحتلي همه ده، لا هتبقى سهله جدا معاكي. بس امشي بالمقادير مظبوطه معايا كده خطوه بخطوه وهتطلع منك زي الفل. هفضل على النار بقى كده ايدي اقلب، مضرب ماشي، معلقه ماشي. طبعا انا يمكن الفيديو ده كنت عاملاه في عزومه فحبيت ان انا يعني ايه خاصه البسبوسه لوحدها، لان انا دايما عارفه ان البسبوسه دي مشكله كل البنات. هفضل بقى اقلب زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي بالتقليب المستمر لحد ما احس وانا بقلب ان خلاص البسبوسه معايا بقت تمام. هنا كانت خلاص بقى هو ده اللي انا عايزاه. اللون زي ما انتم شايفين اندمج السكر مع اللبن مع السمنه واداني الشكل اللي انتم شايفينه ده. خلاص كده بقت زي الفل معايا. انزلها على طول من على النار. اول ما تنزل من على النار معلقتين كده من عسل الجلوكوز، حطي معلقتين 3 ما تزعليش خالص. عسل الجلوكوز ما بيسكرش، هو بس بيديني الطعم اللي انت عايزاه بتاع بسبوسة الحلواني. وهنزل بقى معايا كده بمعلقتين 3 من جوز الهند. عايزه تاخديهم تضربيهم في الخلاط وده كان يفضل، بس انا كنت مستعجله رحت حطاهم على طول. عايزه تضربيهم في الخلاط تضربيهم، مش عايزه تضربيهم في الخلاط حطيهم زي حالتي على طول مش هيزعلوا. وطبعا معايا كمان 3 معالق من لبن البودره. لبن البودره ده بقى حاجه اساسيه جدا جدا في الوصفه بتاعتنا. مش هقولك ما تحطيهوش، لا حطيه، لان هيديكي طعم جميل جدا وهيدي طعم مرمل كده. وطبعا احنا كلنا عارفين ان لبن البودرة في اي وصفة بنعملها من المعجنات او الحلويات بيدي طعم تاني خالص. يبقى هنحط جوز الهند، هنحط لبن البودرة 3 معالق من لبن البودرة او ممكن معلقتين مفيش مشكلة خالص. يعني لو جبتي الكيس اللي هو بيتباع في السوبر ماركت ب5 جنيه ده وحطيتيه هيبقى حلو جدا معاكي. وكده كانت الامور معايا زي الفل. هقلب الكلام الحلو ده مع بعضه، وعايزة الخليط بتاعي ده اسيبه لما يبرد براحته. عايزاه يكون دافي كده، ما يكونش لا هو اللي بارد قوي ولا يكون هو اللي سخن قوي، انا عايزاه حاجة كده دافية معايا، بحيث ان لو حطيتيه وهو سخن هيخلي لك البسبوسه زي المعجونه، زي ما تكوني حاجه بتطبخيها. زي ما انتم شايفين حطيت ايدي كده، ما دام ايدي صباعي استحمل الخليط بتاعي يبقى كده الخليط مظبوط. هاتي بقى البسبوسه من السوبر ماركت وخليه يديكي البسبوسه السايبه الناعمه، ما تجيبيش اللي هو الخشنه، لا هاتي الناعمه. وهنبدأ بقى. انا مش عايزه اعجن يا جماعه، انا عايزه اقلب كده. هقلب بالمعلقه زي ما انتم شايفين كده بالراحه. واول ما احس ان خلاص بقى يعني انا المعلقه مش قادره تقاوم معايا بايدي كده بالراحه، وهبدأ ان انا بس ان انا اخلي الخليط بتاعي يشرب من خليط البسبوسه. يعني ده يعني الاتنين يندمجوا مع بعض بس كده. انما انا مش عايزه عجين لان البسبوسه ما بتتعجنش، كل ما تعجني فيها هتنشف منك. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، ابدأ بقى بالراحه كده اهوت، يا دوب ان انا عرفت ان خلاص انا قلبت كله كل كده بقى تمام. يبقى دي المقادير بتاعت ايه، دي مقادير كيلو البسبوسه. لو هتعملي النص كيلو هتقللي نص الكميه.
يبقى هتبقى كوبايه الا ربع، هتقللي نص الكميه، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع من السكر او كوبايه سكر. هدهن بقى الصينيه بتاعتي كده بزيت سمنه اللي عندك ادهني بيه. ويا حالاته بقى، ويا ريت يا ريت كان عندنا معلقه من الطحينه عشان كنا نطلع الصينيه دي فعلا مظبوطه. لو عندنا معلقه من الطحينه ده بقى سر ان اللي دايما بسبوسه الحلواني بيبقى لونها من تحت مختلف. نقول ايه السر؟ ايه السر؟ بيطلع السر انه بيحط معلقه طحينه تحت، بتديله لون غامق في الطحينه وفي البسبوسه اسفه، وبتخليها تطلع باللون اللي احنا بنشوفه ونبقى منبهرين بيه. هبدأ كده بالراحة كده انزل الخليط زي ما انتم شايفين، وابدأ بقى زي ما انتم شايفين كده حبايبي اسويه بايدي زي ما انتم شايفين كده. لقيتيه ناشف معاكي، هتيجي بقى في مكان ما انت كنت عاجنه الخليط كده وتحطي شويه ميه وتبداي تبلي ايدك وتبداي بقى ايه تدوسي كده. طيب السر بقى من اسرار اللي بنسمعها وبنحب بنشوف بقى الحلواني واحنا ماشيين بيخبط يخبط، يا رب بتخبط في ايه يا عم؟ بيخبط بقى في الصينيه زي ما انتم شايفينها كده، 3 4 ضربات كده في الصينية على الرخامة علشان خاطر يخرج بقى الهواء منها، وفي نفس الوقت يدخل الهواء أسفة فيها، ويرجع بقى بعد كده يبدأ ان هو يزينها ويشكلها. بقى اللي عندك بقى شكلي بيه، عايزة تحطي زي حالتي كده فستق ولوز ماشي، عايزة تحطي فول ماشي، عايزة تحطي اي حاجه عندك عايزه تشكلي بيها شكلي بيها. انا شكلت من الاثنين، عملت معايا زي ما انتم شايفين كده فول، حطيت فول اللي هو السوداني العادي، وحطيت كمان فستق ولوز، واللي عندكم اعملوا بيه. طبعا دخلت الفرن درجه حراره 200، الرف الاوسط، الفرن يكون شغال. اول ما خليط البسبوسه عندي ابدا اشتغل فيه اكون مشغله الفرن. لازم البسبوسه تدخل على فرن عالي الحراره يا جماعه، ويكون شغال مسبقا، علشان لو ما عملتيش فيها كده هتنشف معاكي ومش هتبقى حلوة خالص. دخلتها بقى، وطبعا اول ما حسيت ان هي بدأت تاخد لون من تحت هعمل السيرب، لان سيرب البسبوسة بيكون عبارة عن مية بسكر خفيفة. حطيت لك كيلو ايه؟ حطيت لك كيلو 3 كوبايات من السكر، عليهم 4 كوبايات من المية، 3 سكر عليهم 3 مية، وهنزل عليهم كده بمعلقتين من الجلوكوز. يا جماعة الجلوكوز دوت، البرطمان بتاع الجلوكوز بيعمله بالظبط بتاع 20 جنيه دلوقتي، هيكفي معاكي مرتين. طلعت معايا البسبوسة، السيرب بتاعي يا دوب غلي بس، البسبوسة سخنة، السيرب سخن، الاتنين طالعين مع بعض. وهنزل بقى كده زي ما انتم شايفين على طول بالسيرب بتاعي على البسبوسة، والاتنين سخنين مع بعض. وزي ما انتم شايفين السيرب او الشربات خفيف خالص. وطبعا زي ما انتم شايفين كده بسم الله تبارك الرحمن، الصينيه بتتكلم عن نفسها، مظبوطه وطريه وجميله جدا. بس بعتذر، كان نفسي اخرج لكم منها قطعه اوريها لكم، بس المقطع ده للاسف اتحذف من عندي، معرفتش اصوره. طبعا من عوامل نجاح البسبوسه زي ما انتم شايفين، اول ما بنزل بالسيرب البسبوسه عندي زي ما انتم شايفين بتروح شرباه على طول. وده عامل من عوامل نجاح البسبوسه، ان البسبوسه طلعت عندك مظبوطه. صينيه بسبوسه بتتكلم عن نفسها، بتمنى انها تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.